الحلاقين في امريكا. يعني انا عامه تجربه ما بحبش اكررها، لان انا ما بحبش اروح للحلاقين عامه، لكن الفتره الاخيره بقى شكلي شبه صينيه الكنافه اللي بتتعمل على البوتاجاز دي، اللي هو كل حاجه طالعه من كل حته. فالمهم يا سيدي، شد كرسي كده وتعالى اقول لك اللي حصل معايا. دخلت عند الحلاق، بعد ما دخلت عند الحلاق لقيته بيسالني سؤال عجيب جدا، بيقول لي هو انت عندك ميعاد؟ فبدا الحوار الداخلي اللي جوايا يشتغل، اللي هو ميعاد ايه لا مؤاخذه، يعني انا جاي احلق. فالمهم الحظي ان في واحد كان فاضي فدخل حلق لي، فحلق لي بمعنى الكلمه يعني. قعدت على الكرسي، كرسي الحلاق هنا عامل زي كرسي السيميليتور اللي هو موجود في الملاهي ده، اللي هو بيلف بيك في كل حته وتلاقي نفسك رحت هنا ورحت هنا ورحت هنا، مش اللي هو بيطلع وينزل وخلاص، لا لا لا، في حاجات عاليه يعني. المهم الراجل لقيته راح لابس مرياله ولابس حاجات شيك، فقلت الله، النقطه النهارده في الفرح عاليه، شكلنا هندفع. المهم ان انا الحلاقه بتاعتي بسيطه جدا، بشيل هنا اتنين وهنا اتنين ومش عارف ايه، وفهمته بالراحه وخلاص. لقيت حرب مكانات حلاقه داخله عليا، مش مكنه واحده وخلاص، لا مليون واحده، وشغال هنا شويه وشغال هنا شويه. قلت كل التفكير اللي في بالي هو انا هدفع كام في الاخر؟ يعني انا مش فاهم الليله دي كلها هتنتهي على ايه. رجع تاني الحوار الداخلي اللي جوايا، قلت طب انا هغمض عينيا واعمل نفسي نايم بحيث ان هو يخلص بسرعه وارتاح واعرف النتيجه النهائيه كام في اللي انا هدفعه. فلما بدأ يخلص بدأت الأسئلة بقى بتاعت الحلاقين، تحب تغسل شعرك؟ لا. تحب مش عارف كذا؟ لا. تحب مش عارف ايه؟ لا، لأن أنا متخيل إن كل دي بحاجة بكام دولار يعني. المهم في النهاية هو خد مني $40، ما اعرفش ده بيتعادل بكام بالمصري بالمنظر ده، وطلعني شبه اللي هي القلقاسة البايظة اهو، ما شاء الله عليه. عايز اقول لك ان الحلاقه هنا دراسه، يعني في كليه بتدخلها بعد الهاي سكول اللي هي زي الثانويه العامه عندنا، وبتدرس حلاقه وبتاخد شهاده في الحلاقه وكده، وبيبقى ليك مواعيد وغيره. فانا تجربه ما احبش اجربها. شكرا، شكرا حلاقين امريكا.